في مدينة كانت بتنام وهي حاسة بالأمان. ظهر وحش ما كانش في الخيال، سفاح مش بس قاتل. ده دفن الناس تحت الأرض وكمل حياته كأنه مفيش حاجة حصلت. النهاردة هنتكلم عن الجزار سفاح طنطا. قصة مرعبة ومفاجآت هتصدمك وشهادات ناس شافوا الموت بعينيهم. طنطا مش مجرد نقطة على الخريطة، دي قلب الدلتا. ناسها طيبين ووشوشهم مبتسمة دايما. كل يوم سوق وكل يوم رزق وكل شارع فيه قصة. بس في شارع منهم كانت فيه قصة دم. ناس شافوا محمود الجزار على إنه راجل بسيط، بس الحقيقة كان شايل سر أكبر من أي واقع. محمود أحمد عبد الفتاح في الثلاثينات من عمره اشتغل جزار في سوق طنطا. ورث المهنة من أبوه، كان معروف إن هو راجل جد ودايما ساكت. كان عليه ديون، خسر صفقة كبيرة، دخل في مشاكل عائلية، وكان دايما شايل سكينة مش بس للشغل. في بداية 2021 الست عواطف اختفت. دي كانت جارته، ست طيبة كانت دايما بتسلفه الفلوس. سابت بيتها وقالت إنها رايحة لمحمود علشان يرد لها فلوسها، بس راحت وما رجعتش تاني. الناس بدأت تسأل محمود بس أنكر وقال إنه ما شافهاش. في الحقيقة محمود قتلها، استناها تدخل المحل وقفل الباب وهجم عليها، خنقها جامد. والست حاولت تصرخ بس ما اداهاش فرصة تدافع عن نفسها. بعد ما ماتت لفها في ملاية ودفنها في حوش ورا المحل بتاعه، ورجع كأنه محصلش حاجة. تاني يوم نظف المحل وفتح البيبان بتاعته علشان خاطر يبيع اللحمة وكأنه مفيش جثة مدفونة جنب منه. قتلها ليه؟ مش بس علشان الفلوس. محمود كان بيخاف من الفضيحة ومن الفشل ومن نظرة الناس. كان شايف إن كل حد بيفكره بخيبته لازم يختفي. عواطف طلبته بفلوسها وقالت له إن هي هتفضحه. هو ما استحملش واختار الطريق الأسهل وهو القتل. ودي كانت بداية طريق كله دم. صفاء شابة صغيرة كانت على معرفة بمحمود، ساعدته في فترة وسلفته مبلغ كبير. بدأت تطالبه بالفلوس وتضغط عليه، وفي يوم بعت لها رسالة وقال لها تعالي نتكلم وناخد وندي في الكلام ونحاول نوصل لحل. دخلت الشقة عنده وما خرجتش تاني. محمود خنقها بسلك وبعدها طعنها بسكينة اللحمة اللي كان دايما شايلها معاه. الجثة دي كانت مختلفة عن أي جثة تانية. خاف إن هو يدفنها ورا المحل، خدها في شنطة وسافر بعربيته لحد ما راح قرية كده جنب طنطا ودفنها في عشة مهجورة وسط أرض زراعية. بعد الجريمة التانية محمود ما بقاش زي الأول. بدأ يشوف كوابيس ويسمع أصوات ويحس إن الناس بتبصله نظرات غريبة. بس الغريب إنه ما ندمش ولا ثانية واحدة على اللي عمله. كان حاسس إن هو أذكى حد في الدنيا دي كلها، وإن لحد دلوقتي محدش قدر يكتشفه. ابتدى يتمادى ويدور على ضحية تالتة. أميرة بنت عندها 19 سنة كانت بتدور على شغل، ومحمود وعدها إنه هيشغلها معاه في المحل. اتفق معاها واتقابلوا على قهوة، وهناك خدها على بيته. طلب منها طلب غريب شوية والبنت رفضت، والرفض عند محمود بيساوي تهديد وبعد كده القتل. هجم عليها وخنقها، ولما فقدت وعيها طعنها في رقبتها. بس المرة دي في حد شاف البنت وهي داخلة بيته وما خرجتش تاني. الشاهد ده بلغ الشرطة وقال إن البنت دخلت بيت محمود وما خرجتش، ومن هنا بدأت التحريات. فتشوا المكان لقيوا إن فيه آثار دم. محمود حاول ينكر بس الشرطة واجهته بالأدلة والشهود والكاميرات. انهار واعترف أخيرا بالجرائم الثلاثة. قال لهم بنفسه إنه قتلهم وكان لازم يدفنهم علشان كانوا هيضيعوني، ودلهم على أماكن الدفن. الشرطة طلعت الجثث والجثث كلها كانت سليمة. اتقبض على محمود رسميا وتحول لمحكمة الجنايات. النيابة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وفي الجلسة الأولى وشه كان هادي جدا وما حاولش يدافع عن نفسه ولا حتى يعتذر. وفي نهاية الجلسة القاضي حكم عليه بالإعدام شنقا. الناس كلها عرفت إن محمود الجزار مش هيشوف الشمس تاني. قصة محمود الجزار مش بس عن سفاح، دي قصة عن قهر وعن ألم، عن حياة مكسورة وعن المجتمع اللي محتاج يكون يقظ أكتر من كده. وفي النهاية العدالة كانت حاضرة.
المجتمع لازم يتعلم من القصص اللي زي دي، لازم ننتبه للناس اللي حوالينا، نسمع صرخاتهم وما نسيبش الألم ينمو في صمت، علشان ما يبقاش في جزار تاني يقتل ضميره مع ضحاياه. أنا محمد أنور، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الحلقات الجديدة. استنوني يوم الخميس الجاي الساعة 9 في حلقة جديدة من أبعاد تانية.